الوحيد اللي يخليه يشتغل في الارض بتاعته ويخليه يشتغل مع المذيعين. وحسن عابدين فضل حلم التمثيل جواه لحد ما جاله لحد عنده في بني سويف. حلم التمثيل جه لحسن عابدين في بني سويف عن طريق فرقه اسمها المسرح العسكري، فرقه جايه تعرض عندهم مسرحيه اسمها كرباج الملك، روايه بتحكي عن الزعيم احمد عرابي. المهم حسن عابدين كان عارف الروايه دي من ايام مسرح المدرسه ومثل فيها، فلما اتفرج عليها ما عجبوش دور البطل، وقال ان اللي عامل دور احمد عرابي عامله وحش جدا وما كانش مؤدي الدور كما يجب ان يكون. وفعلا راح حسن عابدين لمسؤولين المسرح العسكري وقال لهم الممثل اللي بيعمل دور عرابي ده مش قد كده وعمل وحش ومش فيزيكال، واقول لك على حاجه كمان مس كاست. وراحوا فعلا غيروا الممثل وجابوا واحد تاني يعمل الدور. راح لهم حسن عابدين تاني وقال لهم انا احسن واحد يعمل الدور ده، قولوا لي اعمل ايه عشان اشترك معاكم. قالوا له لازم تكون موظف وبعد كده تنضم لفرقه المسرح العسكري. وفعلا راح حسن عابدين يقنع ابوه انه يشتغل بالتوجيهيه، وابوه قال له ازاي يعني؟ قال له التوجيهيه مش شويه وليها وظائف تنفعني. واول لما جه لحسن عابدين جواب التعيين في محكمه بني سويف، خد ورق تعيينه وكل الاوراق اللي تثبت انه بيزاول المهنه وانضم للمسرح العسكري. هناك شاف حسن عابدين المخرج نبيل الألفي، وحسن عابدين قعد يحوم حواليه خايف يكلمه لحد ما نبيل الألفي لاحظه وقال له تعالى اطلع مثل على المسرح. وفعلا بيطلع حسن عابدين يفرغ كل الطاقه اللي مكبوته جواه طول السنين اللي فاتت. ونبيل الألفي انبسط بيه قوي وقال له انت ازاي مش معانا في الفرقه؟ وانضم حسن عابدين للفرقه سنة 58. من شدة حماس نبيل الألفي لموهبة حسن عابدين اداله دور بطولة في مسرحية عروس رشيد اللي كان كاتبها جمال عبد الناصر زمان وهو شاب. والنظام الحاكم وقتها قرر انها تتطور كتابتها عن طريق مسابقة يتقدم ليها كل الناس وتتعمل مسرحية كبيرة. والمسرحية فعلا اتخصص لها ميزانية كبيرة، وكانت بطولة أحمد مظهر وسعاد حسني وحسن عابدين. لكن قبل العرض ب3